مجموعة من الشباب المتطوع لتجريد عملية تنظيف شوارع مدينة أسلو، فكانت البداية من حي النصر، حيث شرع في هذه العملية كل من رئيس البلدية ونائبه. وتهدف هذه الحملة إلى إرساء التكافل والتعاون في خدمة المحيط وضرورة العناية به، وأن النظافة من الإيمان ومن مسؤولية الجميع وليس من مهام البلدية أو عامل النظافة البسيطة. مراسلنا محمد بودرين حضر هذه العملية التي تم التحضير لها على أن تنطلق ليلا. في هذا المكتب شباب متطوعون واعضاء بالجمعيه الولائيه للخبز الجزائريون ومتطوعون كلهم نخب واطارات بمجتمع مدينه افلو. ابوا الا هذه الطاقم من النخب يحتوي على طبيب عام وصيدلي ومهندس دوله معماري، مهندس دوله في الكهرباء، مختص نفسي، استاذ معلم، امام خطيب. كلهم ابوا الا ان يرتدوا اليوم ويتشرفون بلباسهم لباس عامل النظافه، وابوا الا ان ياخذوا مناوبه الليليه بدل عمال النظافه الليليون. شاهد اليوم لتبلغ رسالة، ألا وهي رسالة أن النظافة مسؤولية تقع على عاتق الجميع وليست حكرا على عمال النظافة. أنا رئيس بلدية أفلو الذي أبى إلا أن يشارك هؤلاء الشبان في هذه الحملة التطوعية، هذه الحملة حملة تنظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المبادرة قام بها شباب وهم الجزائر الخضر، وشارك فيها كل فئات المجتمع، فيها أطباء، فيه طبيب جراح، فيه طبيب عام، فيه مكتب دراسات، عروسين، فيه صيدلاني، فيه جميع فئات المجتمع يشاركوا في نظافة المحيط، لأن النظافة هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية عمال النظافة اللي تابعين البلدية فقط، فهي مسؤولية المجتمع ككل، والمواطن يشارك. الشباب راهم معنا موجودين هنايا نحسوا فيهم على أساس أنه النظافة هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية البلدية فحسب واحد. أنا هنا فقط لكي أتحضر، أريد أن أكون أفضل من أجل أن أتحضر. في هذه البلدة سعيد أيما سعادة ومنتشي أيما انتشاء، كم هم رائعون عمال النظافة الطاهرون المطهرون عمال الطهارات. هذا عمل نبيل مقدس سعيد به أيما سعادة، أشعر بفخر كبير وأنا أقوم بهذا العمل. أخي المواطن الجزائري، إن عمل النظافة عمل شريف ومقدس وهو واجب الجميع. علينا جميعا أن نفخر بهذا العمل، وعلينا جميعا أن نكون سعيدين بهذا العمل. هؤلاء عمال النظافة الأيدي الشريفة التي يفخر المرء بتقبيلها، إنهم طاهرون مطهرون مهندسو الصحة، هم من أشرف مواطني الجزائر، فلنكن جميعا يدا واحدة ونفخر بهذا العمل الشريف. دوليا في الأحكام التي صدرت بحق مرسي